هلو جايز، كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا منح ومبسوطين وانتم عم بتشوفوني بفيديو اليوم. طبعا اليوم حماس، يمكن انا متحمسه. انا متحمسين ما بعرف. اوكي اسمع، بس زي ما قرأتوا بالعنوان يمكن في ناس هلا معصبة علي، يمكن في ناس هلا فرحانه. اليوم انا مسافره من دبي الى اسطنبول، من الامارات الى تركيا علشان اروح اسوي خشمي. يعني عن جد انه مبين انه خشم واحد عربي. انا عربيه الحمد لله، مفتخره باصولي. اوكي اسمعوا، ما راح اقول لكم انه ما عندي مشكله ويا خشمي، لانه يعني شنو قال، يعني ما اعرف، يعني احس ان الموضوع يشرح نفسه بنفسه. تنويه قبل الفيديو، بهذا الفيديو اني ما بدي اقول انه انتم لازم تروحون تسوون عمليه لخشمكم ولازم تصغرونه ولازم يكون كيوت وصغيرونه وما ادري شنو. لا، اني ما بدي احرض على عمليات التجميل ابدا ابدا ابدا. ودا تشوفون بشبوشه وراي، بشبوشه صراحه. اني اعرف من وقت طويل انه اني اريد اسوي خشمي، وكنت يعني افكر بالموضوع دائما واقول بعدين من اكبر من اكبر من اكبر. وصراحه اخر سنه خصوصا سنه 2023 فكرت بالموضوع كثير، بحثت كثير. let's say تقريبا سنه اني ادور على دكاتره، ادور شيء معين اني احبه، ودورت بكل البلدان. دورت هنا، دورت حرفيا بكل الدول، بس ما لقيت غير الدكاتره اللي بتركيا اللي انا كلش حبيت الشغل مالتهم. تقريبا حجزت موعدين من قبل، تمام، اثنيناتهم كانوا دكاتره اتراك، وبعدين غيرت رايي وهذا ثالث واحد اتكلم معاه علشان يسوي خشمي. صراحه يقولون انه الثالثه ثباته، فالمفروض يعني ان شاء الله يكون هذا دكتور كويس. بس من اللي شفته انه شغله كلش حلو. ان شاء الله اليوم سافر على تركيا، راح اروح للمطار اني واهلي باكر، راح اشوف الدكتور ونقعد سوا شوف خشمي، لانه هو شاف خشمي بس بالصور. اظن انه هماتن يراويني صور شلون حيكون خشمي ورا العمليه، وبعدين نسوي العمليه وراها بيوم، فان شاء الله خير. فانا كلش متحمسه وكلش خايفه بنفس الوقت. اول شيء لانه يعني متحمسه انه اخيرا يعني خشم حلو راح يكون عندي. وباي ذا واي اني ما اكره نفسي لانه خشمي هيك، اوكي، بس انا مو تعرفون، لانه احس اكو ناس راح يقولون اوه انت تكرهين نفسك لانه خشمك كبير. لا، ما اكره نفسي لانه خشمي كبير، وراح اضل احب نفسي حتى اذا خشمي هيك، بس اتس فاين. بس يعني بالنهايه اني بدي اسوي خشمي لنفسي، يمكن يعني 99.9% لنفسي. وحتى لو تجيني تعليقات احيانا انه اوكي بنين نسوي خشمش مدري شنو، هذول التعليقات ما كان السبب انه اني رايحه اسوي خشمي. وانا قلت لكم قبل فتره بجلسه حريم، اول فيديو جلسه حريم اني ونور، قلت لكم انه اني بدي افكر اسوي خشمي وراح اسوي خشمي. وهوايه منكم قال لي ايه وهوايه منكم قال لي لا، بس صراحه يعني خلاص احس انه اجى الوقت انه اخذ هاي الخطوه. فكلش متحمسه حرفيا، كلش هوايه متحمسه، لانه احس حيكون تشابتر جديد من حياتي وتطور الى الافضل ان شاء الله. خليكم تشوفوا الفيديو عشان تشوفوا الجورني مالتي، الرحله مالتي بعمليه الخشم، وشلون راح يطلع خشمي بالنهايه. كلش متحمسه، واستمتعوا شوفوا خشمي القديم. راح اشرح لكم الاشياء اللي ما احبها بخشمي اكثر من الجنب. يعني انا اكثر شيء انه الجنب من اضحك كلش ينزل لي جوا، واكره هاي بالصور احسه يعني ما حلو. اوكي ما احب انه كل شيء ينزل يصير مثل خشم الساحرات. المهم، ومن قدام يعني اكثر شيء اكرهه اكثر من الجنب هو القدام. اكره هذا الجزء كلش هوايه من خشمي، واحس انه مكبرني. يعني احس انه خشمي مكبرني. يعني انا اوريدي باي ذا واي حاطه فيلر عشان يعني نهايه، وعيوني كبار، فاحس انه خشمي هماتين كبير ما يصير. هاي اول عمليه تجميل اسويها، الفيلر مو عمليه. اوكي بس انا تعرفون وما تقتلوني، لا تقتلوني. اوكي على اساس راح اصير كلي بلاستيك، لانه قلت لكم انه انا مسويه فيلر راح اسوي خشمي. هاي اول عمليه واخر عمليه، يعني هذا الشيء الوحيد اللي مفكره انه اسويه طول حياتي، افكر انه اسوي خشمي. وهسه خلونا نروح المطار. وباي ذا واي انا ما رايحه لتركيا من كنت عايشه بيها، ومن طلعت من تركيا قبل ما اروح لامريكا بعد ما رحت لها. فهاي اول مره تقريبا من 10 سنوات ارجع لتركيا، واحس انه هواي ذكريات هناك لانه كنت عايشه بيها. بس انيويز طولت هواي بالحكي. اذا ما كنتم مشتركين بالقناه اشتركوا بالضغط على زر السبسكرايب الاحمر، واشتركوا بقناتي الثانيه ليل بحكي فيها قصص جرائم حقيقيه. والحين يلا نروح. وحاليا بالطريق الى المطار، ومعنا ضيف شرف جاي معانا بهاي الرحله، مامي. هلو مامي. هلا. متحمسه؟ واي متحمسه صدق؟ متحمسه انا خايفه عليش، بس انه الله موجود. الله موجود. يا فوض امري الى الله، ان الله بصير بالعباد. وان شاء الله يا ربي خير وتقومي بالسلامه. بس ليش مطلعه بس رقبتي يعني؟ لانه ايدي ما توصل. انا امسك الكاميرا. وماما صارت فلوجر جايز. ماما انت ما طلعتي شيء. لا طلعت. ماما صارت فلوجر. خلاص يما افتحي قناتك الخاصه. انا من زمان فلوجر مو اليوم. افتحي قناتك الخاصه. بس رايك تحسين انه حتطلع حلوه؟ اكيد حلوه لان الاساس حلو،
فالغالب غالب طالعين حلو، اكيد طالعين حلو. بس متحمسين وخايفين بنفس الوقت. اشتاقتي لتركيا؟ توما صار لي سنين ما رايحت لها تركيا، بس انه اهم شيء عندي بنونه تقوم بالسلامه ان شاء الله. بس تعرفين شنو انا متحمسه اكثر من العمليه؟ شنو؟ ماما استكان شاي سميت. انا شكلي انه باكر راح اكل الاخضر واليابس. لا عندهم الشاورما تخبط الدونر. طيبه. طيبه. احنا شو رح نحكي على والقيماله، نسيتي القيماله؟ لحم بعجون اسمها ترى تركيا لحم بعجون مو لحم بعجين. القيماله اللي كبيره طويله يحطوا رجع الطاوله من الطرف للطرف. اوكي فيلا نشوفكم بالمطار ان شاء الله. شنو تسوين؟ تاخذين ايدك تحطيها على الكاميرا تسكريها هيك شيء؟ قولي نشوفكم بالمطار وحطي ايدك على اللينس. نشوفكم بالمطار. لا ماما مو هنا. هنا ايه نشوفكم بالمطار. اوكي يا جماعه لفلفنا اكلنا اشترينا كم شغله وحاليا صعدت للفندق على مود ارجع الاشياء اللي جبناها وراح انزل على مود نروح لعياده الدكتور ونشوفه ويشوف خشمي شنو يصير وشنو يقول وشنو حيصير باكر ويشرح لي اكثر. فمتحمسه وخايفه بنفس الوقت بس يلا لانه راح اتاخر على الموعد مالتي ويعني ما ادري قاعده اسولف وياكم هنا بس يلا نروح. اوكي جايز حاليا اوكي تمشينا وتغدينا تريقنا وتغدينا ما تغدينا وتعشينا واكلنا كل شيء. لما تبي تشتري لنا غدا عشاء اوكي تريقنا. اقول لكم شيء اني شوجر مامي مال العائله حرفيا. شوف بدها تحاول تقرب الكاميرا عليكم عشان تقولوا لها بشع ومو حلو. والله نج قمر. اني دا افكر اسوي خشمي مره ثانيه. what do you think؟ تعرفون شنو يعني الطمها راجدي بالعراق؟ يعني اني هسه احس نفس الاحساس اللي اريد الطمك راجدي. يا جماعه موعدنا الساعه 5:30 حاليا الساعه 5:21 دقيقه. بده يقولوا لنا انه لازم ننتظر لما تصير الساعه 5:30 يلا نروح للعياده لان العياده مليانه. فشكل الدكتور يعني مشغول ومشهور جدا هنا. باي ذا يا جماعه هذا مو اعلان، انا بدي اسوي اعلان للدكتور ما اظن اني راح اقول لكم اسم الدكتور الا اذا يمكن بعد سنه او سنتين اقول لكم من هو اللي سوى لي خشمي. شنو هاي النظره؟ واو نور انتي مع الخلفيه واللون. جايز أنا مسكت طبعا قلت له اسمع احنا جايين بالبرد شنو نستنى برا؟ انت دكتور المفروض محترم قول لهم خلينا. فجابونا غرفه تفضوها غرفه شو يسموها؟ فيلم رعب. فيلم رعب. نرجع لدبي. جراح مو جراح. How is your breathing? Okay. Good. And big nose. Big nose, huh? Alhamdulillah. But it's nice. That means he has the room to work. Okay. Yeah. Right, doctor? Big nose is nice, right? Yeah. Okay, turn to me. Go, girl. One step closer. Stay in the same line with me. Very good. Put your hair behind your ear. You're already prepared. Very good. Chin up. More. 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 Chin down. More down. Okay, turn your right. All right. Yes, you're right. Sir, drop your weapon. Put your hands on your head. بني شو احساسك؟ ها؟ ما عندي احاسيس. هذه قبل. So I'm gonna make a simulation for side view, then we will continue about front view. I mean, it's not possible to make it too small or like the curvy. It wouldn't suit on your face. We should just make your nose smaller and in a natural way. Benin? Are you excited? Or droopy. I'm going to trim the edge here. So I'm going to remove the blue part. Okay? Then, right now your
tip is droopy. So these are the hanging part of the cartilage. So the black part will go inwards. It will not gonna be. It's not gonna be droopy anymore. Okay. اوكي وخلصنا من الدكتور شرح لي اكثر عن خشمي وانه اني عندي خشم لحمي هيك ينقال وخشم نور هماتين لحمي فشكلها وراثه بالعائله. تعرفين هذا الصوت؟ Yeah, I am not the problem. You are the problem. عشان اهلنا هم اللي يعطونا اللحم خشم اللحمي. اساس الجينات. الاساس الجينات. ماما كلها بسببك خشمي لحمي. كلها بسببك. المهم فقال لي انه خشمي لحمي فما حيقدر انه يصغره انه الكمية صغيرة كلش بس انه حيسوي شيء مناسب لوجهي. اكيد حيغير السايد ويخليه حلو لك شوية مرفوع ويغير القدام. وهنا شايفين اني شلون هنا صايرة مثل التقويس ونازل دروبي من هنا فهاي راح يعدلها وهذا راح يصغره شوية وهاي راح يخليها مثل باتل نوز وكذا كيوت. فبتشوفوني هيك بنية ثانية بعد بنهاية هذا الفيديو. باكر 8 الصبح تشوفوني بالمستشفى ويلا يلا خدروني سووا العملية. فحماس متحمسة صراحة. وأوه اليوم أكو شخص مفاجئ راح ينضم للفلوج ماي بيستي فريند وبعد شوية تشوفوها. قايس سألته على خشمي وعجبه خشمي وقال خشمي حلو ولا تقربين عليه. قال هل لازم أي شيء عليه وقال دون بس شنو أول ما لازم خشمي قال لي بيج نوز. دكتور المفروض تزيد ثقتي بنفسي. تدرين هو ليش قال هيك؟ قصده حلو. قصده كل ما كان الخشم كبير كل ما يقدر يسوي بيه حركات وبركات وأشياء بس خشمي لحمي. المهم أوكي وهسه خلصنا من العيادة وراح اراويكم منو جاي اليوم العمليه. بدي اوريكم مين جاي اليوم. كلش متحمسه انه تشوفون شخص طار لاسطنبول خصوصا عشاني واي لاف يو سو ماتش. راح تشوفوها بعد شوي منو. ويلا شوفوا الجمال شوفوا الاناقه شوفوا هيك الواو اللي بتصير حاليا. صحه وهنا رغم انه الصمونه كبيره بس شنو كلش سوفت. وقلت لكم اليوم انه اكو شخص خاص جاي من لبنان. يا جماعة ماي بيست فريند شفتوها يمكن بعيد ميلادي 20 بس اجت معي عشان تكون معي بهذا السبيشال داي فثانك يو فور كامينج. وهلا اجت حرفيا راح ننزل نجيب ايس كريم. هي اصلا ما يهمها انه انا حسوي عمليه ولا اي شيء. هي استغلت هذا العذر انه تجي لتركيا انه تجي لتركيا انه 2 in 1 يعني 2 in 1 تجي لتركيا وتتفتلوا في الشوارع وتديحوا في الشوارع. وامك حتشوف هذا الفيديو وتقول بنتي وين بتديح بيها تركيا والله خالته عم بمزح. ورا الساعه 12 انا ما اقدر اكل فلازم هسه اكل اكثر ما استطيع انه اكل هيك هوايه اكل كلش هوايه. يا جماعه الجو كلش حلو واحس حالي انه خايفه. يا صح احس حالي شوي خايفه انه انا بدي امشي وحدي هنا. يا رب ما حد يشوف مني شيء. كأنه حد اللي ما يتحدى. حبيبتي انت اصغر مني يعني شخص المفروض انا احميكي. شخص انا بحميك. صباح الخير يا جماعه الخير. اليوم يوم العمليه يوم النوز جوب وحاليا الكل قاعد من النوم. هون ليا هاي ليا وماما قاعده هناك بدها تتجهز ونور بدها تلبس وهل اني خايفه. يس اكو خوف اكو حماس بنفس الوقت بس شنو احس انه الموضوع كان مثل احلام العصر وهسه فجأة صار الموضوع حقيقي انه لك خلاص هسه لازم اطلع للمستشفى لانه الساعة 7:30 وانا موعدي على الساعة 8 فاني متأخرة. اليوم الصبح فتحت تيك توك وشنو شفت وحدة مسوية عملية لخشمها ودا يطلع هذول القطنات من خشمها وكان الموضوع مبين مؤلم فشوي خفت بس it's okay. يلا نروح للمستشفى. انت متحمسين مثل ما انا متحمسة؟ اوكي يلا المستشفى. ووصلنا للمستشفى وحاليا نحن في غرفتي اللي راح اضل فيها اليوم. وغرفتي صغيرة مكلمة وانا معي 3 اشخاص فدول 3 اشخاص كيف راح يضلوا معي اليوم ما بعرف بس شكلهم راح يرجعوا لي ينامون بالفندق واني انام وحدي هنا. جبت لابتوبي فاقعد احط جوسب جيرل نتفليكس حركات واظن انه لازم اغير ملابسي وبعدين نروح نسحب دم لانه لازم يسوون تحليل دم
اليوم قبل ما نسوي العملية. طبعا هون عنا هي لتني الموعد وحرفيا يعني شي سو كيوت يا جماعة، ساعدتني بكل شيء. ثانك يو. اليوم هي وياي في التختة اللي حنام عليه اليوم يا جماعة. اسف احكي باللبناني بس لانه هاي لبنانية فعم بتأثر علي. هنا انا راح ننام ورقاني انام عادي يعني نقدر ننام راسي. اسمعي نقدر ننام راس ورجلين اوكي يعني انا انام هنا وانت تنام. لا ورجلي تفوت بخشمه. حبيبتي سكتي طلعي برا. طلعي برا. وين يا خشم يا خسرتي انت صديقتك وانا وين انام؟ انت وين تنامين؟ انت تنامين بقلبي. ترى وهذا هو اوتفيت اليوم يا جماعة. ايش قد تقيمونه؟ 10 من 10. ما اعرف اذا المفروض انزع هذول صراحة لانه ما قالوا لي بس لبس الابرن سوي بس الابرن. نشوف مين يجون شنو لازم اسوي. تعالوا اوريكم الاطلالة. طبعا غير عن اطلالتي ادري انه انا اطلالتي انت لحالك بتكفي. اطلالة حلوة. احس على شباك اطيري. اطير وين اطير ماما؟ جانا ضيف شرف. هاي اشرقت وانورت مدام انت من روسيا. انا متحمسه لنور العمليه انه لازم يوم كامل اظل قاعده ما اسوي شيء فاقدر اشوف نتفلكس. اللي يسمعها يقول النهار كله هي تسوي اشياء. لا اظل اشوف نتفلكس طول اليوم. والله اي وجعتيني ودخليني بختم جوسب جيرل كلها. وبعد ما سحبوا الدم شنو يا جماعه قوتت مني انا الكانونه فرجعوا حطوها بايدي وما اقول لكم عن الالم بس اتس اوكي اي شيء عشان يعني. المهم حاليا قبل العمليه او اخر خطوه قبل العمليه هو الاي في هذا الدريب. ما اعرف ليش صراحه ما اعرف ليش انطوني اياه بس قالوا انه بس يخلص اتصل عليهم وبعدين اظن الساعه حتكون 10 او 10 ونص ونفوت الى العمليات. خلص الاي في المغذي خلص وحاليا جت النيرس قالت انه الدكتور راح يشوفني بغرفه العمليات. والمفروض انه هي هسه تجي تاخذني لغرفه العمليات اشوف الدكتور واسلم عليه وبعدين ينيموني. حماس حتى راح ترجعي لنا وجه جديد يا جماعه. هاي اخر لقطات من وجهي. مو وجه خشمي. يما شو احساسك؟ الحمد لله بخير. ايموشن يا شويه متوتره. عاطفيه امي حاليا وبعد شويه تبكي وتنزل الدمعه. انت مشيتي ونزلت الورده. نزلت الورده. الله النرس تعالي ياخذيني. صحت للنرس يجوا ياخذونها جايز. حطوا لها على شعرها. بسم الله غطي نفسك. بنين can do it. You're gonna come with a fresh nose. Bye. wait let me hold you. اقدر اروح وياها شويه. جايز اتس اوكي ايش بيكم؟ يلا قولي لهم باي. جايز هلا جابوا لها الاكل البنين وبعدنا ناطرينها حتى تجي. جايز اجت. هي جود. هاي بنين. ايه جود. هي جود. هي اتس كول. بردانه. سكري الشباك ليا. اتس اوكي. سكري الشباك دقيقه. كان ضربت خشمها لو مو انا. يلا لا نزلي ايديك. تخشمي. ايه حلو يخبر ما شاء الله. شوفوا ما تدرين هسه ما تدرين. نامي. بكره اسرائيل. بكره اسرائيل. يا اخي عطشانه يا اخي. I was so scared. I know. They made me wait like 20 minutes inside. I swear. متى؟ ايه وانتظرت الدكتور عشان بالعملية. وكيف نمت؟ حطوني بغرفة خضراء انتظرت شوية تخويت بعدين قعدوني. They're like good morning. يا يما يا شوف شكلي. هلا صحيت من النوم واحس حالي تمام صراحة يعني ما احس يعني حاليا اقدر اروح اتمشى نص اسطنبول تمام. وجابولي اكل مستشفيات. بكره اكل المستشفى بس هون في عنا اهم شيء لانه انا مش شاربة مي من امبارح من امس بالليل. هون في شوربة اكو هنا شوربة
وهاي اي ثينك لبن. شكلها شوربة ناس مريضين. بسم الله. شوربة ما شوي. بدي انام، وين انام؟ راح اموت من النعاس. او ماي جاد، ما فيها طعم. وهون في لبن طيب. اوكي جماعة، خلصت الاكل وصراحة ما احس انه تعبانة هواية، بس احس انه شوية دوخة، وهاي توجعني بايدي، بس شوية دوخة صراحة. اني وليوش راح نلعب شوية اونو. هاي راح نلعب شوية اونو. وبعد الاونو راح اقعد اشوف جاسب جيرل، حرفيا مسلسلي المفضل. وصلت للسيزون الرابع، للجزء الرابع حلقة 16. فبقعد اشوف شوي، او يمكن بختم جزئين وانا هون، لانه ما عندي شي ثاني اسويه. حلقتي من جاسب جيرل اجى الدكتور وراواني خشمي، سو خليني يا جماعة شوفوا خشمي راح يصير هيج. واو اوكي انا واو اوكي اصبروا راح افتح لكم اياه على مود تشوفون. ناس شوفوا هو نصح وياه. واو جماعة خشمي حلو. اوكي باي ذا واي، هاي يعني هسه مني فوق الكاست او يشيل الكاست، خشمي راح يكون مورم، يعني مو مثل هيك 100%، راح يكون مورم اكثر. فاظن انه هاي راح تكون النتيجة النهائية بعد سنة، صح؟ اي راح تكون النتيجة النهائية هي هاي. وقال لي انه احط ثلج جوا عيوني لانه احتمال انه يورمون، واظن اكو شوية ان شاء الله لا. والله يعني كنت كلش خايفة، بعدين هسه من شفته ام لايك واو خشمي كلش حلو. الله جابت الاغراض. تعي اعملي لنا شوبينج انبوكسينج للشوبينج. انا رز بحليب تركي. رز بحليب تركي، ماما بتحب الرز بحليب التركي. هلا اكلي انت يا ماما. اوكي. ما بعرف شو جبت صراحه. شو هاد خبز؟ بعرف كل شيء. طيب اوبن بدنا نشوف. هاي الشوربه مالتي. هذا خبز مو؟ خبز. ايوه this is your اكمك. شوربه يسموها جوربه. عادة شوربه مش حاره صح؟ لا هاي شوربه. هاي الشوربه. هاي سندويش. في سندويشات وما فيني اكلها صح. هذا شو هاد؟ بدنا نسوي انبوكسينج هون. اوكي هذول كنت اكلهم من كنت صغيره هماتين، وليه بتعرف لما كنت عايشه بتركيا. بودينج، لانه ما اقدر اكل اشياء قاسيه، فجابت لي بودينج لانه مو قاسي. جابت لي واحد بالموز. Cause you love banana. كيوت. حياتي ما جربت بالموز، بجرب. وبالفراوله. فراولة انا ما بحبها. يوغرت ولا بودينج؟ It's true. بنجرب بنجرب كل هدول اليوم. بسوي لكم تيست هدول كلهم. وهسه راح نجرب الشوربه التركيه اللي بالعدس، لونها احمر، ان شاء الله مو حاره يا رب. حاره اول شيء. قيمها 3 من 10. صباح الخير جايز. اليوم الثاني ورا العملية. أمس كان أول يوم عملية واليوم ثاني يوم أمس سويناها. ماكو ألم الحمد لله. المفروض إنه بعد شوية أطلع من المستشفى، وده يغيروا لي هاي كل شوية لأنه خشمي ينزف دم، وأني أحس بيه. أوكي أحس بيه من خشمي ينزف، أحس إنه الدم ده ينزل بالهاي هنا، فأحس إنه هذا الشيء زين إنه بعد بدي أحس بخشمي. يعني أكو ناس يقولون إنه ما يحسون بخشمهم ورا العملية، بس أنا بدي أحس بيه. والحمد لله لي هسه ماكو ورم، إن شاء الله ما يصير أكو ورم، بس لأنه بدي أحط هواية ثلج على عيوني الحمد لله. والدكتور قال إنه لازم أبقى أحط ثلج على مود ما يصير أكو ورم. وبس حاليا هاي هي حالتنا أو حالتي أنا. حرام أهلي كلش تعبانين، ليا تعبانة، أمي تعبانة، نور بعدي نايمة. اجى الدكتور امس وراني هاي الصورة وخشمي، وقال لي انه العملية كانت كلش زينة، وحاليا بس منتظرة الاسيستنت مالته المساعدة انه تجي وتشرح لي اكثر وشنو اسوي، شنو اكل شنو ما اكل. انا اظن بعد تقريبا 5 ايام يشيلون الكاست، بس لانه هاي ايش قد اخليها بعد الاشياء المقرفة ايش قد يخلونها، هاي راح تجي تشرحها كلها الاسيستنت مال الدكتور. Did you sleep well? Yes. Okay, can you breathe through your nose? I didn't. Can I? They told me I have to breathe through my nose. Try to breathe through your nose.
there is a hole in your nose so you can breathe, but sometimes there's bleeding and blocks your nostrils, so you can't breathe. If you can't breathe, don't worry. If you can breathe, you're lucky. Okay. From tomorrow, it's going to be more difficult, and the third day is the most difficult day. Then it will release. Okay. Okay? And then, do I still eat soft stuff? Whatever you want. Whatever I want. And I can brush my teeth and everything. You can do whatever. Just don't get trauma on your nose. اوكي خلصت. هلا فينا نرجع على الفندق. اوكي وغيرت ملابسي وكل شوي هيك اباوع لايك صح خشمي مبين بس سلاي. جايز اقدر اشيل الفتيلة شوية وتقدرون تشوفون. اوتش 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 اوتش. اكو دم خلاص ما اقدر اشيلها هواي، بس تقدرون تشوفون انه اصلا المساحة بين خشمي وحلقي مو كلش هواية. انا كنت خايفة من هذا الشيء انه المسافة تصير هواية، بس الحمد لله مو هواية يعني احس زيادة. بس شنو لانه انا خشمي كان عندي شيء هيك نازل لي جوا، فالدكتور بس رجعها ولايك شالها وعدلها. همتين ما راح نقدر نعرف النتيجة هسه، راح نعرفها بس يشيل الكاست. ومن يشيل الكاست هذا راح يكون خشمي كلش مورم، وبعدين بعد تقريبا شهرين راح يبلش ينزل كلش هواية، وبعد سنة هي النتيجة النهائية للخشب. وبس يلا نرجع للفندق، وقال اقدر اكل كل شيء اريده، سو انا جوعانة، سو يلا نروح ناكل.